السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. عايزة أقول إنكم وحشتوني كتير جدا 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 من الحلقة اللي فاتت، ويلا بينا نشوف حلقتنا بتحكي عن إيه النهاردة. بس يا ريت يا حبايب قلبي، قبل ما نشوف حلقتنا بتحكي عن إيه النهاردة، ما تنسوش إنكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان بقى يظهر لكم اي حلقة جديدة انا بنزلها من عشق بين الكبرياء او غيره. ويلا بينا نشوف ايه اللي هيحصل في احداثنا ومع ابطال روايتنا اسيا وجاسر وباقي الابطال. يلا بينا. هتساعدينا بقى ازاي انتي؟ بص، هقول لك انا وهقول لكم تعملوا ايه. هتخليهم نروح بقى في مكان تاني. بدأ المدرب إن هو يخلي آسيا وجاسر مع بعض. آسيا بدأت إن هي تقف، وجاسر برضه بدأوا اللي هما يقفوا قدام بعض وهما متحمسين جدا. بدأت آسيا كالعادة إن هي تقلع التيشيرت، هما مبيعرفوش يعملوا أي حاجة في المباراة أو في الحاجات دي غير هما قلعين التيشيرت. ده هما واخدينه من بعض، أو نقدر نقول كده آسيا واخداه من جسر. بدأوا إن هما يستعدوا علشان يبدأوا إن هما يضربوا في بعض. بدأت إن هي آسيا تقرب عليه، إن هو راح مسكها من دراعها ووقعها في الأرض. هي استغلت ده وراحت وقعته في الأرض. بدأ إن هو يكون في الأرض، لكن هو بدأ إن هو يقوم وخليها هي اللي تقع في الأرض، وبدأ إن هو يستغل إن هي في الأرض، وبدأ إن هو يقرب علشان بقى يضربها وكده. لكن هي كانت سبقته وبعد كده كانت وراه. بعد كده هو لاحظ إن هي بقت وراه وبدأ إن هو يلف وابتسم لها. هي راحت ابتسمت له وبدأت إن هي ترفع إيديها علشان تضربه في وشه، لكن هو كان أسرع منها ومسك إيديها ولولها دراعها. بدأ عينيهم اللي هي تلتقي مع بعض. عينيهم بدأت إن هي تكون بيضة بطريقة مبالغ فيها. نسيبهم بقى وهما بيلطشوا في بعض ونروح عندها. هي بدأت إن هي تكون قاعدة على السرير، وبدأت إن هي كانت بتقلب على الفيسبوك. لقت صورة لبنت محجبة، والبوست كان مكتوب عليه: الحجاب فرض مش سنة، وما تصدقيش اي حد يقولك الحجاب اللي انتي لابساه ده ملهوش لازمة لانك مش بتصلي ولا ملتزمة بدينك. الحجاب فرض تلبسيه وربنا هيهديكي، بس طبعا ما تكونيش لابساه لابساه كده وخلاص وتقولي ربنا هو اللي هيديني من نفسه. انتي لازم تتشجعي وتخلي انتي اقوى من الشيطان، مش الشيطان اللي يكون اقوى منك. الكلام عجبها جدا، والكلام بدأ ان هو يدخل مخها، عجبها جامد جدا. هو فعلا الحجاب فرض، واهم حاجة لازم نلبس الحجاب وما نهتمش لأي كلام هيتقال، لان الحجاب هيهدينا. مش اول ما خدتي اول خطوة في سكة الاسلام تقدري انك تاخدي الخطوة اللي بعديها، وهكذا. ما انت مش هتفضل واقف على السلم ومش هتكمله علشان توصل للباب. هي فعلا عندها صح في كل كلمة، وهي فعلا تعبت. هي تعبت ما بين كل اللي هي شافته من الولد ده. هو ما عملهاش حاجات كتير، بس بالنسبة لها هو عمل حاجات كتير جدا. أولها إن هو كسر قلبها، كسر قلبها، ودي أصعب حاجة هي بتمر عليها. زائد إن هو كمان قبل ما يكسر قلبها أنهى ودمرها، حسسها إن هي ملهاش أي لازمة. وزائد كل ده أحبطها. بدأت إن هي تبص بحزن، وبعد كده بدأت إن هي تحاول إن هي تتحمس، وبدأت إن هي تطلع عند مامتها وهي بتقول لها: ماما، قولي يا حبيبتي، حاسة إن أنا عايزة أتحجب. يا ما أنت كريم يا رب. يا هنا يا هنا، ايه ده بس الأخبار الحلوة دي؟ تتحجبي؟ ما شاء الله ما شاء الله. بس أنا حاسة إن أنا مش جاهزة.
لا لا، اهدي كده، ما تقوليش كده بس. لا ان شاء الله خير، البسيه بس كده، بس يبقى على ربنا. تاخدي فلوس تنزلي تجيبي لك واحد؟ ماما، انا من رأيي اننا ما نتسرعش. اللي انت شايفاه يا بنتي، انا مش هضغط عليكي. وقت ما تلاقي نفسك مستعدة انا معاكي. طيب يا ماما، شكرا. العفو يا قلبي.